السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا يا جماعة، في قاعدة أساسية من ساعة ما وعيت على الدنيا دي وعرفت النادي الأهلي وشجعت. القاعدة دي هي إن الأهلي وجماهيره ما ينفعش يزعلوا يومين ورا بعض. يبقى تهريج يا جماعة بصراحة بجد. مبروك لكل جماهير النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي. النهاردة فرحة دبل، فرحة مزدوجة. الفرحة الأولى، فتيات الذهب بيهزموا الأنابيب الكيني 3-1 ويتأهلوا لنهائي بطولة إفريقيا للكرة الطايرة. الفرحة الثانية، فتيات كرة السلة بيفوزوا بكأس مصر على حساب نادي سبورتنج للموسم الثاني على التوالي. نروح لكرة القدم وأخبار النادي الأهلي والتشكيل المتوقع قبل الجونة إن شاء الله بكرة. غيابات النادي الأهلي عن مباراة الجونة إن شاء الله: الشناوي وحمزة علاء وياسر إبراهيم لعدم الجاهزية، واحمد عبد القادر للاصابه، وكريستو وطاهر وديانج وكريم فؤاد وكريم الدبيس وقفشه لاسباب فنيه، ويا عالم الاسباب الفنيه ده تخلص امتى. رامي ربيعه طبعا للايقاف. تشكيله الاهلي المتوقعه لمواجهه الجونه في الدوري من وجهه نظر انا ان شاء الله يكون شوبير وعلي معلول ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وعمر كمال ومروان عطيه وكوكا ورضا سليم وامام عاشور وتاو وكهربا. كل التوفيق للنادي الاهلي امام الجونه وفي كل المباريات اللي جايه ان شاء الله، لانها مباريات صعبه جدا جدا. اتكلم معاكم النهارده تاني بخصوص هدف امام عاشور. انا عارف ان الموضوع كبير شويه، ولكن اتكلم بخصوص هدف امام عاشور والاسيست الجميل اللي عمله علي معلول لامام عاشور في مباراه الاسماعيلي. في الفيديو اللي فات اتكلمت عن الهدف وقلت انه شبيه بهدف فينيسيوس نجم ريال مدريد، وكان باسيست من توني كروس في مرمى بايرن ميونخ في نص نهائي دوري الابطال. اسمع بقى الراجل ده قال ايه عن الهدف اللي سجله امام عاشور في الاسماعيلي واللي انا كنت قايله في الفيديو اللي فات. عايز اربط بس بين الهدف ده وبين هدف فينيسيوس مع ريال مدريد ضد بايرن. ده احمد العايدي محلل رياضي، وبالفعل نفس التحرك وخلق المساحه لنفسه، رغم ان في حاجه مهمه جدا: كرة امام عاشور اصعب لانها متطرفه ومن ناحيه الشمال مش عدلته، انما كرة فينيسيوس في مواجهه الجول، وكمان فينيسيوس ما عملش فنتات ولا اي حاجه ولا رقص ولا وقف الكرة اصلا، وهي بتجري لعبها من لمسه واحده ومن مره واحده. لكن في النهايه الهدفين اجمل واحسن من بعض وملعوبين او فيهم فكر عالي جدا من الاربع لعيبه: توني كروس وفينيسيوس ومعلول وامام عاشور. بمناسبه التحكيم بقى، واللي كنت بقول عليه كمان حصل، قلت ان لازم اللعيبه تلتزم اكتر من كده وتحترم الحكام شويه، وادي النتيجه: تم ايقاف محمد نصر مدافع الاسماعيلي لمدة 4 مباريات بسبب السلوك السيء تجاه حكم مباراة الاسماعيلي والاهلي. والله يا جماعة احنا بنتسبب في الضرر لنفسنا اولا ثم للنادي اللي بنلعب فيه، وفي النهاية برضه هي وجهات نظر. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس، وما تنساش تدعي لاخواتنا ان ربنا ينصرهم ويصبرهم. والسلام عليكم.